تعالوا النهاردة نحضر واحد من أهم وأجمل وصفات العزومات والمناسبات، وهو الديك الرومي في الفرن مع الكرانبيري صوص. وهقول لكم على كل التريكس اللي تطلعه مستوي وجوسي جدا من جوه، وكمان مليان نكهات. وأول وأهم سر في إن الديك الرومي يطلع مستوي والصدر مش مفتل وكمان مليان نكهات هو محلول النقع، لأنه بيساعد ألياف اللحمة تحتفظ بالمية وقت التسوية، وده بيمنع جفاف الصدر ويعزز الطعم وكمان بيقلل وقت السوى. وتعالى أقول لكم بالظبط أنا بضيف إيه للبرايم بيديني نتيجة ملهاش حل. وكمان انتوا ممكن تقللوا وتزودوا على حسب المكونات المتاحة عندكم. وفي ميه مغلية هدوب كوباية ملح وكوباية سكر بني أو سكر أبيض، أو نص كوباية أبيض ونص كوباية بني، وهنضيف معاهم فلفل أسود ويفضل لو كان حب مش مطحون، ومعاهم في حدود 6 فصوص توم متقطعين انصاص عشان نعزز طعم التوم. وهضيف معاهم ورق غار، أنا عارف إن هو يبان ورق قرفة بس هو ورق غار هندي. وكمان هضيف معاهم شوية حبهان حلوين وبصلة صغيرة متقطعة وشرايح برتقانة وشرايح ليمونة وشرايح جنزبيل فريش أو حتى بودر على حسب المتاح، وأقلبهم كويس مع بعض. واهم حاجه نسيب المحلول يبرد قبل ما نستخدمه. وقبل ما ندخل التركي في محلول النقع نتاكد ان احنا غسلناه كويس من بره ومن جوه. وفي اي كونتينر كبير موجود عندكم يقدر يشيل الديك الرومي ومحلول النقع ويكون ليه غطا. هننقل فيه المحلول بعد لما برد، وهنزود عليه كوبايه عصير ليمون وكوبايه عصير برتقال، وده اختياري. وبعدين هنغطس فيه التركي وهنسيبه لمده ما تقلش عن 24 ساعه في التلاجة. وفي نص الوقت يعني بعد 12 ساعه هنقلب الديك الرومي على الجنب التاني. وتاني واهم سر اننا نسيب التركي يجف تماما من اي سوائل وننشفه كويس بمناديل المطبخ. وبعدين هلف الجناحات بالمنظر ده عشان يبقى واخد وضعه وثابت في الفرن. وبعد كده نبدأ نتبله من جوه بملح وفلفل، وبعدين بايدينا بنفصل الجلد عن اللحم، وده علشان ندخل زبدة الثوم تحت الجلد، لأن الدهون وقت التسوية بتعزز الطعم وتحافظ على العصارة. ودلوقتي وصلنا لأهم تالت حاجة وهي تتبيلة الزبدة. انا بحب التوم يكون روستد عشان يمتزج كويس بالزبده، فبجيب راس توم واضيف عليها زيت زيتون ورشه ملح وفلفل اسود وادخلها الفرن. وبعدين هقطع خضره عطريه، انا استعملت روزماري وزعتر ومرمريه طبخ، فما تخافوش مش هتمرر لو هي مخصصه للطبخ مش للشرب. وبعدين هفرمهم ناعم جدا بالسكينه عشان هضيفهم على الزبده. وبما ان التركي بيحب الزبده فلازم نستغنى عن قالب زبده. انا استخدمت قالب زبده مملحه في حدود 400 جرام، اخدت 3 ارباع والربع الباقي هحقن بيه اللحمه بعدين. وهضيف عليهم بشر برتقان والخضره اللي قطعناها، وكمان زودت شويه ملح وفلفل اسود. وهرس عليهم الثوم بعد ما طلع من الفرن واضيفه على الزبده. وهقلب كل المكونات كويس مع بعض. وبعد كده هنبدا ندخل الزبده ما بين اللحم والجلد وكمان جوه التركي، وبعدين نديله مساج كويس عشان نضمن ان زبدة الثوم اتوزعت كويس تحت الجلد. ونبدأ نحشي التركي بمكونات عطرية، انا استخدمت تفاح وثوم وليمون جراس وبرتقان وروزماري وزعتر، او استخدموا اي حاجة عطرية من المتاح عندكم. وبعدين نربط التركي كويس وندخله صينية الفرن اللي مقطعين فيها كرفس وبصل وجزر، وخصوصا لو هتعملوا جريفي من مرقة التركي. وباللي باقي من الزبدة المتبلة هغطي التركي تماما من بره، وهدوب ربع قالب الزبده الباقي وهضيف عليه معلقه ملح ومعلقه فلفل ومعلقه توم باودر، وهبدا احقن بيه لحم التركي من اتجاهات مختلفه وخصوصا الصدر لان ده اكتر مكان بينشف ويفتل. بجد يا جماعه الخطوه دي بتفرق جدا في الطعم والسوى مهما كان حجم التركي. وبكده التركي هيكون جاهز يدخل الفرن على درجه حراره 450 لمده 20 دقيقه، وبعد كده نقلل الحراره ل 325. وعلشان يستوي صح كل كيلو بيحتاج نص ساعه في الفرن. وبعد اول ساعه وتلت خلاص ببدا اشيل الغطا واسقيه كل شويه بالمرقه او الزبده اللي نزلت منه. وبس كده التركي بقى جاهز وهنسيبه يرتاح اقل حاجه نص ساعه، وبعد كده نبدا نقطعه. وممكن ناخد المرقه اللي نزلت من الديك الرومي مع الخضار ونعمل بيها جريفي بيكون طعمه حلو جدا. بس الاحلى منه ومناسب جدا مع التركي هو الكريمبيري صوص، لان الحموضه الطبيعيه للكريمبيري بتكسر دسامه الديك الرومي فبتوازن الطعم. وفي حله هنضيف الكريمبيري او توت البري وعليهم نص كوبايه سكر ابيض ونص كوبايه سكر بني وفي حدود ربع كوبايه ميه وبشر ليمون او بشر برتقان، ونقلبهم كويس مع بعض ونوطي ونغطي عليهم لحد لما يستووا. واول لما يدخلوا في السوا هنضيف معاهم معلقه قرفه ومعلقه جنزبيل، وبس كده نديهم غلوه ونقلبهم تاني. وبكده الكريمبيري صوص بقى جاهز. وبعد لما الديك الرومي بيطلع من الفرن ويرتاح من 20 ل 30 دقيقه هنبدا نقطعه. والخطوه دي اساسيه لانها بتسمح للعصاره انها تعيد توزيع نفسها جوه اللحمه قبل التقطيع، وتقدروا تفننوا وتقدموه بطرق مختلفة. وكمان ممكن تعملوا منه سندوتشات تركي بالكريمبيري صوص والمايونيز، بيكون طعمه حلو جدا والأطفال بيحبوه.
وانتوا بتقطعوها هتشوفوا قد ايه اللحمه دايبه وجوسي وكلها نفس السوا. ده غير ان طعمها وريحتها ملهمش حل. الوصفه دي مناسبه جدا للعزومات والمناسبات. جربوها وقولوا لي ايه رايكم.